بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تعالوا مع بعض النهاردة يا شباب نتكلم في الفيديو ده عن المهارات المطلوبة في مجال تحليل البيانات. إيه هي المهارات المطلوبة في مجال تحليل البيانات؟ ناس كتيرة جدا فاكرة إن مجال تحليل البيانات ده هي المهارات التكنيكال فقط، ولكن أنا باحس إن المهارات أو فعلًا المهارات الsoft skills والmentality والعقلية بتاعتك هي أهم بكتير جدًا من المهارات الtechnical، لإن هي فعلًا اللي بتحدد data analyst شاطر من data analyst عادي. فتعالوا نشوف إيه هي المهارات الsoft skills اللي إحنا محتاجينها عشان تكون محلل بيانات شاطر. تعالوا مع بعض كده نشوف، هتلاقي إن أنت عندك الcommunication skills، والcommunication skills اللي نقصد فيها هنا هو التواصل، لإن أنت لمّا بتشتغل في شركة معيّنة أو حتى لو اشتغلت freelance فأنت بتتواصل مع إدارات مختلفة كتيرة، فأنت بتبقى محتاج تبقى عندك الcommunication skills والتواصل قوية جدًا، لإن أنت بتتعامل مع أشخاص مختلفة، فلازم تكون شخص قادر تكون اجتماعي، ما عندكش شخصية الشخص العصبي أو ما الصفة بتاعة الشخص العصبي، لازم يبقى روحك طويلة، قادر تتعامل أو تبقى فاهم إن الناس اللي أنت بتتعامل معاهم قد يكونوا مش فاهمين أنت دورك إيه بالضبط، فلازم تبقى عارف إن الcommunication skills مهارة مهمة جدًا في التواصل. طيب، جزء تاني أو المهارة التانية وهي جزئية الteamwork. أنت ممكن تكون تِرس في مكنة كبيرة جدًا، وأنتم كلّكم في الآخر بتطلّعوا product معيّن أو منتج معيّن، فلازم تبقى عارف إن أنت لازم هتتعامل في وقت من الأوقات مع team، فإزاي تكون شخص بتعرف تتعامل مع team كمهارة، وده ناس كتيرة جدًا بتفتقد هذه الميزة، وتحس إن هو محتاج يشتغل لوحده بس، لو اشتغل لوحده بينتج، بس لو اشتغل مع team ما بينتجش. فلازم تبقى عارف إنك الشغل ما بيحددش أنت تشتغل لوحدك والّا تشتغل في team، فلازم عندك المهارة دي أو مش عندك المهارة دي لازم تشتغل عليها بشكل قوي جدًا. الجزء التالت أو المهارة التالتة وهي الpresentation skills، وصدّقني الpresentation skills هي قبل ما تكون ليك في الشغل، فهي ليك أنت في حياتك العامة، وهي إن أنت تكون شخص قادر تتكلم قدّام الpublic قدّام الناس، مش شخص انطوائي، بتخاف تبُص للناس في عينيهم، الbody language بتاعتك مش كويسة. كل المهارات المطلوبة لازم أنت تبقى قادر تبقى عارف إزاي أصلًا تكتسبها، وإزاي تستخدمها في الشغل بتاعك كdata analyst. فالpresentation skills لو افترضنا إن أنت خلّصت الproject بتاعك وقادر أو وصل لمرحلة بيك إن أنت خلاص هتقدّمه قدّام رئيس مجلس الإدارة أو قدّام المدير أو أي حاجة، فإزاي هتقف قدّام الناس دي، إزاي هتعرض، إزاي تضبط السلايدات بتاعتك بشكل كويس، بشكل احترافي، إزاي الbody language بتاعتك هتبقى كويسة، نبرة الصوت بتاعتك، إزاي هتبقى أصلًا قادر تُعِد الpresentation بتاعتك بشكل كويس، وده بييجي من مهارات كتيرة أو على فترات كتيرة جدًا. أول حاجة لازم تطبّق وتتمرّن بشكل كبير جدًا، سواء المراية أو إنّك تتفرّج أو تصوّر نَفْسك فيديوهات وبعد كده تتفرّج على نَفْسك وتشوف إيه الأخطاء اللي أنت بتعملها وهكذا. بعد كده جزء مهم جدًا ومهارة لا غنى عنها وهي مهارة الproblem solving. المهارة دي ناس كتيرة جدًا بتفتقدها، وهي إن أنت لمّا بتُقع في مشكلة يقوم رافع إيده ويقوم مسلِّم ويقول لأ، أنا مش عارف أحل المشكلة دي. لأ، أنت لازم تبقى عارف إن أنت في مشاكل ممكن تُقع فيها أو حاجات ممكن تُقف معاك، ممكن تقعد بالأسابيع تدوّر على حل ليها، ولكن هنا نقطة مهمة جدًا هي عدم الاستسلام، وإنك تدوّر أو تشوف إزاي أصلًا هتفكّر في حل المشكلة دي. وده استراتيجية أو ليها استراتيجيات إحنا بنتّبعها مع بعض خلال التدريب بتاعنا، إنّك إزاي أصلًا تفكّر وإزاي تsearch في حل المشاكل بتاعتك اللي أنت بتُقع فيها، وإزاي أصلًا لو انطلب منّك حاجة معيّنة أنت مش عارفها، فإزاي تنفّذها وهكذا. بعد كده الDecision making ده مهارة قد تكون مطلوبة منّك في بعض الشركات أو بعض المشاريع، ومشاريع تانية لأ، بس هو في الغالب بيبقى القرار راجع للstakeholder أو الشخص المسؤول عن اتخاذ القرارات في الشركة أو في المشروع اللي أنت بتكون مسؤول عنه. بعد كده أو آخر حاجة ودي بتبلور كل المهارات اللي فوق دي كلها في الجزء الأخير وهي الmentality and الthinking بتاعك. العقلية بتاعتك بتتكوّن نتيجة كل اللي فات ده. خلّيني أقول لكم إن المهارات أو المهارات دي كلها والmentality بتاعتك بتتكوّن من بالنسبة لي أنا أكتر حاجة فرقت معايا هي الself development. الكتب اللي أنا قريتها في الself development
سواء المفاتيح ال10 للنجاح أو العادات ال7 للناس الأكثر فاعلية في العالم أو حاجات كُتب تانية كتيرة، ممكن أبقى أshare ده معاكم من خلال الكُتب دي. فأهم حاجة بالنسبة لي هم 2 يعني 2 skills. أول حاجة هي الproblem solving وتاني حاجة هي الmentality بتاعتك. ومعنى الmentality ده معناه إن أنا جمعت كل اللي فات في العقلية وطريقة تفكيرك ونظرتك للdata وحلّك للمشاكل وكل الكلام ده. والsoft skills هي مش بس بتفيدك في إن أنت تكون data analyst شاطر وتفرق من شخص للتاني، لأ ده في حياتك العامة، سواء في التواصل مع الأشخاص أو حل مشاكلك الشخصية وهكذا. نيجي بقى نبُص على الجزء الtechnical، هنلاقي إن الtechnical فيه tools كتيرة جدًا عشان تكون محلل بيانات، بس أهم أو أنا باعتبر من أهم الtools دي هي الpower BI، وده اللي إحنا هنركّز معاه، لإن هي من أقوى الtools اللي أنت تقدر تتعامل بيها أو إن أنت تكون data analyst. الtool دي هتفرق جدًا، جدًا، جدًا معاك كdata analyst. طيب إحنا خلاص كده عرفنا إيه هي الsoft skills وإيه هي الtechnical skills. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي.